سلام الله عليكم أصدقائي. معكم مولاة الحيك. اليوم جبت لكم قصة مستوحاة من أحداث حقيقية، قصة كتخلط فيها الحقيقة مع الخيال. خليكم معايا نفكو خيوط هاد الحكاية. تيقولوا باللي كان كيشوف الجريمة قبل ما توقع، وكان عنده إحساس مرضي بالأنماط العنيفة اللي كتعاود راسها في المجتمع، وبكل نرجسية كيآمن باللي هو ماشي مجرم، غير قصاص اختار يسكت القانون. ريدي طبيب نفسي محلف، وتقدر تعتبرني خبير قضائي. كنسكن في مدينة الرباط، والخدمة ديالي نيت في مدينة الرباط. شفت في الخدمة ديالي جميع أنواع وأصناف البشر، مجرمين، قتلة، نصابة، لين، وناس عمر ما كان عندهم العقل أصلا. كنت معروف بالكفاءة ديالي، ولكن يونس العطار كانت القضية ديالو هي الوحيدة اللي خلتني نشك في الكفاءة ديالي، ووصلت لدرجة أنها زعزعت لي الثقة في راسي. داكشي علاش بقات محفورة في دماغي. واحد الصباح بعد ما جاني أمر قضائي نوجد تقرير مفصل على الحالة العقلية ومدام المسؤولية الجنائية ديال واحد الشاب عنده 34 عام. الاسم ديالو يونس العطار، متهم بجوج ديال الجرائم بشعة. وجدت راسي وتحركت، مشيت للمؤسسة السجنية اللي كان فيها. شنو غنقول لكم؟ دخلت القاعة، كان جالس في كرسي يديه ورجليه مكبلين، عينيه كانوا مطفيين بشكل غريب، ماشي ديال مجرم مخلوع، لا، كان مرتاح بحال شي واحد مقتنع بداكشي اللي دار. مع جلست ابتسم ليا ابتسامة خفيفة وهادئة، بحال كيطمئني زعما، هو يقول يلا نبداو بسم الله، باش بلا ما تضيع ليا وقتي وما نضيع لكش وقتك. انا راني بعقلي، ما عندي فصام ارتيابي ولا اضطراب ثنائي القطب ولا هوس اكتئابي، ومعترف بالجرائم اللي درت، وحتى هو معترف معايا بالجرائم اللي دار. شفت فيه باستغراب، قلت ليه شكون هو هذا اللي معترف بالجرائم؟ قال لي انا رضا. قلت له شكون رضا؟ ياك انت سميتك يونس ماشي رضا. ضحك وقال لي لا لا، يونس غير وسيله، القبيله د القصاصه اختاروه هو اللي ينفذ الاحكام ديالهم. قلت له كيفاش؟ شكون هي قبيله القصاصه؟ قال قبيله عادله، تقدر تسميها محكمه عليا. جاوبته قلت له واخا، وإلا مشينا بالمنطق ديالك، الا كانت ديك المحكمه العليا ديالك عادله، كيفاش تقدر تخليك تقتل روح بريئه؟ ما كتشوفش باللي هذا تناقض؟ ضحك للمره الثانيه وقال لي روح بريئه. بقى كيضحك، قال لي يلا واخا ما كنتش باغي ندخل في التفاصيل، انا غادي نعاود لك وانت حكم واش روح بريئه ولا انا هنيت المجتمع من روح فاسده. انا تعجبت من الطريقه باش كيهضر والاسلوب ديالو، كان كيهضر بكل ثقه، وحتى من لغه الجسد ثابته. كان خاص يتدرب مليون مره باش يمثل بهاد الطريقه. هزيت راسي وقلت له ونبداو بمولاة الحضانه، علاش قتلتيها؟ ضحك عاوتاني واحد الضحكه مستفزه وقال فاطمه كانت انسانه منافقه، الناس كلهم كيشوفوها مرا مزيانه الله يعمرها دار، كتعاون مع الدراوش، وبحكم ان الحضانه كانت في حومه شعبيه
انا الوحيد اللي عارفها على حقيقتها، وكنظن حتى دوك الوليدات كانوا عارفينها على حقيقتها. من بعد ما الاباء في الصباح كيجيو يحطوا ولادهم، كانت كتفرقهم لجوج المجموعات، اللي صغار بزاف والديهم شي وحدين كيخليوهم النهار كامل بحكم الخدمه. كانت كتشربهم كميه صغيره من سيرود النعاس باش ما يبرسطوهاش، حتى كتقرب الوقت اللي كيجيو يديوهم والديهم وتفيقهم. والمجموعه الثانيه كانوا كبار واحد شويه، كتدخلهم القسم وتشعل لهم التلفازه ودير لهم الرسوم المتحركه وكتمشي ما كتسوق لهمش، ما كانش عندها غرام ديال الضمير. واحد النهار واحد في دوك الوليدات الصغار ما بغاش ينعس، ما شدش فيه الدواء، كان غير كيبكي، غالبا غادي يكون مريض ولا. برزتها، هزاتو من يديه وخبطاتو مع الارض. طيحه اللي طاح ما عاودش غوت، مات في البلاصه. هادشي اللي كان غادي يوقع في داك الصباح. انا سيدي ما خليتش هادشي يوقع. الليله اللي قبل بقيت جالس قاني عليها، تسنيتها حتى خرجوا من عندها الوليدات كاملين ودخلت عليها. يلا بغات تغوت، شديت راسها وهبطتها، بديت كنخبطها مع الارض، كنخبط نخبط حتى تدقدق ليها راسها، شتت مع الارض. ما عرفتش علاش بغيتو تسميوها مات ولا قتلتها. انا غير حميت داك الولد من شرها وحميت دوك الوليدات كاملين. لو كان خليتها تعيش كون ماين داك الولد دابا كتبكي. قلتلو باش عرفتي باللي كانت غادي تقتلو مثلا؟ ممكن هذاك الشيء كله ما يطراش. وضحك وقال القبيله ما كتغلطش، الا قالوا غطرا كانت غادي تطرا ولا لا يونس. وفي ثانيه تنفض وتبدلت النبره ديال صوته، بدا كيقول عافاك عاوني عاوني، انا ما درت والو عاوني. ما نكذبش عليكم، حسيت بشويه ديال الخوف. رجعت بالكرسي شويه اللور وقال ما تديش عليه. وزيدون ياك البوليس لقاو كميه كثيره ديال الدواء عندها في الحضانه. تعجبت كيفاش عرف هاد المعلومه. قلتلو واخا هكاك هادشي راه ما كيعطيكش الحق تقتلها. قرب ليا راسو شويه وقال وداكشي اللي دارت هي شكون كان غادي يوقفها؟ سكت واحد شويه وقلتلو واخا. والضحيه الثانيه هنا تبدل وجهه، بدا كيخنزر وقال حتى واحد فيهم ما ضحيه، الضحايا هما الناس اللي عاونت. فاش سمعت هاد الهضره عرفت باللي حدايا نفسي من الدرجه الحمراء. قلت له واخا يلا شنو قصه الجريمه الثانيه؟ قال لي هذاك غير حيوان كان مؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي، يدير فيديوهات على النجاح والاخلاق والتنميه البشريه زعما. هادشي اللي كيبان للناس، اما اللي ما كيبانش كان كيدير تبييض الاموال والتجاره في البشر. طماع والجدر ديالو موسخ وفاسد. قالها هو باين عليه الغضب، والغضب الحقيقي نيت. كان كيسجل ويصور الناس ويبتزهم، تيبدا يهددهم زعما. راه قلتلك حيوان. واحد الليله كان جالس مع 3 ديال الدراري كيقنعهم باش يحرقوا لبرا، ومن هضرتو تيبين لهم باللي كل شيء ساهل ومضمون. وراهم تصاور ديال دراري وصلوا لتما بخير وعلى خير، وطلب منهم 7 المليون لكل واحد. دراري غا ولاد الشعب، فيهم اللي شحال هو كيتقاتل وكيخدم باش يجمع غا نص المبلغ، وفيهم اللي والديه مشاو تسلفوا وتكلفوا. داروا فين يتلاقاو، وبالليل ركبوا في البوطي
ووصلهم لوسط البحر وحقروا عليهم ورماوهم بثلاثة وخلاوهم تما، ما كانوش غادي ينجاو. وكيف ما كتعرف عليا انت دابا، الليله اللي قبل مشيت عنده على اساس انني انا باغي نحرق، دخلني لدارو ويلاه جاي جلس، هجمت عليه، جبت جنويه ودوزتها له من اللودن للودن، خليته ملاوح في الارض، ومشيت للثلاجه حليتها، كليت داكشي اللي قسم الله، وشربت وخرجت وانا عارف باللي الكاميرات شاديني ومسجلين كلشي. قلت له دابا شنو كتحس براسك بطل زعما ولا شنو؟ شاف فيا واحد شويه بقى ساكت شويه وينطق، قال انا ورا 4 ديال الرواح ما مشيتش غير هكاك، انت كتسولني هاد السؤال؟ قلت له واش كتقنع راسك باللي كدير العداله؟ ضحك واحد شويه ويقول لي لا 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 لا، العداله ثقيله وضعيفه. قلت له شنو كدير دابا؟ قال لي كندير القصاص القبلي. هاد الكلمه بقات معلقه في الهواء، والسكات اللي جا من بعد كان كيخلع. سالا الوقت وقفت، شفت فيه واحد شويه كان مرتاح هادئ، وانا اول مره ما كنعرفش باش نختم الجلسه. هزيت راسي وشفت في الحارس حل لي الباب. خرجت وانا قدام انسان في مرحله النوبه الذهانيه الحاده، وهي مرحله خطيره من مراحل الفصام. الجلسه كامله كان ذكي، عرف يدخل لي الشك في دماغي، ولكن اللي ما بغاش يتفهم لي لدابا هي اخر جمله قالها قبل ما نوض. قال لي هيجي واحد النهار وغادي يتعرض عليك مبلغ كبير باش تزور شي تقرير، الا وافقتي القبيله ما غاديش تخليك تكمل حياتك. رد البال، انا راه المهمه ديالي سالات، هو يرجع للور وسكت. من بعد رفعت الطلب باش نشوفه وباش ندير جلسه تانية ونستفسر على داكشي اللي قال لي، حيت بقى ضارني راسي. وهنا الصدمه كانت فاش قالوا لي باللي مات في العنبر ديالو بسكته قلبيه. وهنا اصدقائي غنكونوا سالينا القصه ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم. الى القصه المقبله ان شاء الله.